ماشي مشكل عبد الجليل، ماشي مشكل ان شاء الله، ان شاء الله يخدم ان شاء الله ونجيبوا الكاس. الاخ عبد الجليل مرحبا بك، انت على المباشر. مرحبا بخويا رشيد. عبد الجليل انت كاعي كيف العاده، يعني جات ثقه في الركراكي بالغ القشع اليوم اللي ربما صدام المغاربه اللي كانوا كيطالبوا ربما برحيل الركراكي، ربما تجي ثقه غتعطي امل اخرى باش انه يشتغل من جديد. شنو بالك الاخ عبد الجليل؟ خويا اللي نقدر نقول لك هي مهزله كبرى بكل صراحه، مهزله كبرى. الراي ديالنا خضره فوق طعام بالنسبه للجامعه، هذا هو الواقع. كيفاش خضره فوق طعام؟ خضره فوق طعام لان الراي ديالنا العالم كامل تيتكلم على الاعلام والمحللين على الاقصاء، لا تتكلم على وليد الكراكي، على الاخفاق، وليد الكراكي بانه مدرب ضعيف. الا الجامعه وهذا البلاغ ديال الجامعه ما تعرف له ساسو من راسو، تتكلم على الاختلالات في مقابله ديال جنوب افريقيا. والاختلالات راه من البدايه من المقابله الاولى امام الفريق التنزاني وامام الفهود الكونغوليه وامام الرصاصات الزامبيه. البلاغ ديال الجامعه تكلم على الاختلالات وما وضحش لينا شنو هي الاختلالات امام جنوب افريقيا. الكل شاهد المقابلات ديال المنتخب المغربي في الدور الاول، والكل قال بان هذا المنتخب ما غيمشيش بعيد خويا. شكون كيتحمل مسؤوليه الاخفاق الجليل؟ اول واحد دابا اللي غنحملوا المسؤوليه هو رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم فوزي القجع ووليد الكراكي، لان شكون اللي جدد الثقه في وليد الكراكي؟ هو القجع، والقجع هو يتحمل المسؤوليه ديالو. وغطرح لي سؤال اخي رشيد، وغتقول لي يبقى وليد الكراكي هو كان 2025 وغتقول لي واش غنديروا؟ غنقول لك مع وليد الكراكي غنديروا في حوايجنا. هادشي اللي كاين. واش ممكن نقولوا بان القجع كيتستر على وليد الكراكي؟ بصراحه يا اخي الكريم، حنا تنفهموا شويه في الكره. ليبي مدرب لا سكوادرا زورا المنتخب الايطالي توج في 2006 بكاس العالم وقدم استقالته، وحنا العرب تنعيشوا على مقابله في كاس العالم، انتصرنا بجوج مقابلات. صافي ما خاصناش نتحدثوا على والد الكراكي وما خاصناش ننتقدوا والد الكراكي، لا حنا كجمهور خاصنا غير نصفقوا الانتصارات وما ننتقدوش في الهزائم. هذه كارثه بكل صراحه. هذا يبقى على وليد الكراكي هي مغامره بكل صراحه، مغامره كبيره خويا رشيد. الناس اللي تنتقدوا ما بقاوش يحبوهم في هذه البلاد، الناس اللي تيقولوا كلمه حق ما بقاوش يحبوهم في هذه البلاد. مدرب قلناها ونعاودوا نكرروها، مدرب ضعيف يا اخي. في نظرك الاخ عبد الجليل والد الكراكي قبل من كان ربما في التصريح بالامتناع على قناه معكم كيقول بانه الى ما وصلش النصف النهائي فانا اتحمل المسؤوليه وغنقدم الاستقاله ديالي. واش 65 مليون السي عبد الجليل واش هي اغراء كافي باش انه يتراجع على الكلام ديالو؟ يا اخي جميع المنابر الاعلاميه العربيه تحدثت على التصريح ديال وليد الكراكي في قناه البي بي سي اللي خرج وقال باني لما وصلت مع المنتخب المغربي الى نصف النهائي غنقدم استقاله ديالنا. نحن كعرب ما عندناش الثقافه ديال الاستقاله، ما عندناش. واش ما كاينش كلمه؟ لا وزراء لا برلمانيين لا مدربين، ما عندناش. عندنا الثقافه ديال الله يرضي عليك، ما عندناش الثقافه ديال الاستقاله. ديال عندنا الثقافه، عندنا الثقافه ديال جمع ودير في جيبك. الله يرضي عليك، فيلا كونيكسيون فابور كل شيء فابور. 65 مليون غنبقى في شي بلاد هذه 65 مليون ولا حاسب ولا رقيب. صافي وصافي. احنا دائما 43 سنه خويا دائما تنسمعوا نفس الكاسيطه، وان شاء الله صبروا معنا راه القادم افضل القادم افضل القادم افضل. وما كاين لا محاسبه لا مراقبه لا والو. انت خاصك انت كمشجع اخي رشيد خاصك تشجع وما خاصكش تنتقد. واللي دابا اللي تنتقد وليد الكراكي تيقولوا لي انت ماشي وطني وانت ما باغيش مصلحه ديال الفريق الوطني. عيب وحشومه مدربين عالميين، ساكي كابيلو ليبي وناس مدربين عالميين وقدموا استقالاتهم فازوا بكؤوس وبالقاب. ساكي مع ميلو اسي ليبي، وعيب وحشومه. والسيد وليد الكراكي ولد البارح لا علاقه له بالتدريب، غادي على صبيعات رجيلاته تنعطوا الانسان اكثر من القيمه ديالو تنبداو نقدسوه. عيب وحشومه. الصحافه ديال التطبال اخي رشيد، صحافي يناقش السياسه ولا يحلل في الرياضه، صحفي في الاقتصاد ولا يمشي للرياضه. التطبال والطغيات اللي خرج علينا هو التطبال والطغيات. صحافه ديال
ما بغيناش كاع الاخ عبد الجليل، لا باحترام باحترام. لا الاخ عبد الجليل انت الانسان اختصاص يا اخي، وحنا عندنا صحافه ديال ام الغوله ولا يتكلم على الكره، ما عنده حتى ثقافه كرويه. واليوم تنزيدوا نفخوا في المنتخب المغربي وتنقولوا المنتخب المغربي الكبير باش حنا كبار. خويا رشيد، واسمح لي وما تقاطعنيش، راه لي السيفي ديال المنتخب المغربي في كاس افريقيا بلا ما نكذبوا على ريوسنا. ما عندناش تقاليد كبيره في الماما افريقيا، واليوم تنقولوا الخروج من الباب الصغير والمغرب. نعم المغرب كبير بالميزانيه اللي تتخسر على كره القدم، كبار اكبر ميزانيه ربما من دافعين افريقيا، كبار بالميزانيه. ولكن شنو حققنا؟ اول مشاركه عام 1972 اول احصائيه شاركنا فيها هي في 70. قصونا المحاربين. المنتخب الجزائري في 72 ما درنا والو، في 74 ما درنا والو. المغرب بتاريخه يا اخي رشيد لعبنا نصف النهائي في نيجيريا، في 80 لعبنا نصف النهائي، في 86 في مصر، ولعبنا نصف النهائي في تونس 2004. ربحنا الفينال في وعندنا كاس افريقيا وحيده في 76 ونهائي في تونس. المغرب اللي تتخسر عليه اموال كثيره، ما عندناش شخصيه كبيره في افريقيا. بارك الله نكتبوا على الجماهير الرياضيه حشومه وعيب. المغرب ما عندناش، حنا ماشي هما غانا، عندنا أربعة ألقاب، او مصر بسبعه القاب، او نيجيريا بثلاث القاب، او الكوتيفوار. هذه اللي عندها شخصيه كبيره في الماما افريقيا. حنا فلوس الشعب لا تتخسر في كره القدم. جديد هادو صابر يا اخي مع الفهود الكونغوليه تياخذ 29 مليون، وصل المنتخب الكونغولي نصف النهائي. كاينين نعطيك مدرب ديال المنتخب السنغالي اليو سيس تياخذ 28 مليون. وحنا السيد عندنا ولد البارح لعب 2 ماتشات في كاس العالم صافي ولا تمشي على صبيعات رجليه، تيجي 70 مليون من غير الفيلا وطياره خاصه تدور العالم على ظهورنا حنا. وحنا فاش تندوو يكره اموال الشعب. بحال واحد دير لنا في التعليق قال لك اموال الدوله، اموال الشعب، اموال دافعي الضرائب، وخاصها تكون مراقبه للمال العام. هذا راه منتخب ديال الشعب، وعندنا الحق اننا نسالوا رئيس الجامعه واننا نعرف نقولوا كلمه ديالنا. ولا ما بغيتوش تنطوا الراي ديالنا، حنا ما مشجعين لا مغرب لا والو. اسيدي راه حنا معاكم في 2025. يبقى هاد السيد هادو سيروا شجعوا نتوما نيت، سيروا نتوما شجعوه. الاخ عبد الجليل اسمح لي خويا الفاعل خويا راشد. الاخ عبد الجليل متى غتولي عندنا ثقافه ديال محاسبه فريق وطني او مدرب وطني او رئيس الجامعه؟ علاش اليوم باقي ما وصلناش لذاك المستوى ديال انه نحاسبوا مسؤول رياضي؟ علاش المحاسبه دائما كتكون في المجال السياسي رغم ان الجانب الرياضي كتخسر عليه اللي ربما ملايير كثيره جدا؟ اخي تتعرف فوزي القزاع وزير منتدب، رجل سياسي ورجل رياضي واحد طويل في هذا الموضوع. كما قلت ما عندناش الثقافه ديال ربط المسؤوليه بمحاسبه، ماشي غير في المغرب، في بلداننا العربيه كامله صافي ما تنعرفوش نتعاملوا الوقت الحساب. نعطيك انا وشوف الاعلام المصري، شوف الاعلام المصري شن هجوم شرس على فيكتوريا قال لي بسلامه وقال الاتحاديه هذه مصر 7 كؤوس خويا رشيد، عندهم 7 كؤوس. وشدوا لك هذاك رئيس الاتحاديه ديالهم هذاك علام، قالوا لي خاصنا نعرفوا وعلاش جدي فيكتوريا، وخاصنا نعرفوا اموال الشعب المصري فين مشات. وحنا ما عندنا والو، عندنا كاس سيتيما في 76 وما عندنا لا ربط المسؤوليه بمحاسبه لا رقابه بلاغ ديال الجامعه اش كاين ما كاين، لا اختلالات مقابله الجنوب. عطينا فين هاد الاختلالات؟ واش البلاغ عبد الجليل ماشي واش البلاغ محتشم اخ عبد الجليل؟ كيفاش ديك البلاغ عبد الجليل؟ شنو هما الاختلالات؟ درنا اجتماعات، ريحنا درنا اجتماعات ورونا احنا كجماهير. محاسبه الاختلالات واش تقامت؟ ما كاين لا محاسبه لا والو يا خويا. اجتماع يعني اجتماع فقط. اجتماع جددنا الثقه في وليد قراقي، وكاس افريقيا 2025 راه غيدار في الصيف. هذا الشيء اللي كاين. وتنشكروا الجماهير اللي كانت وراء الاسود. والسلام عليكم. لا محاسبه لا مراقبه. باش تجي تدوي اقول لك لا وليد قراقي والناس لا علاقه لها بكره. ما عندناش ثقافه كرويه خويا رشيد، ما عندناش ثقافه كرويه. واحد دير تعليق انا مع وليد قراقي وفي 2025 نعاود نبداو نتباكاو. اللهم نبعثوا برسائل تحذيريه بان هذا السيد راه ضعيف، هذا السيد راه ضعيف. شلنا عموته مع الاردن بلاعبين محليين توصل
الفريق الاردني الى نصف النهائي. يعني الشارع المسوي ربما الشارع المغربي الاخ عبد الجليل كان كيقول بانه ربما الخلف في الحقيقه وربما القوي غيكون هو عموته، ربما بالغ الجامعه اليوم. عموته ما حابينوش خويا، عموته معقول، عموته ما غيفرضوش عليه اللاعبين. كيفاش فرضوا عليه اللاعبين؟ كاين الله يرضي عليك، وحنا حنا ولينا عائله تما. لا ما دخلتيش الزياش اشرف حكيمي يتقلق، ما دخلتيش اشرف حكيمي سيسي راه تما الكل يتحدى. واش كاينه النقابه زعما ما تقول؟ فاتت النقابه ليه خويا، فاتت النقابه ليه، فاتت النقابه. اسمح لي هضرنا بهاد حشومه لان عيب وحشومه مقاعنا. والكارثه هما الناس اللي بعد التعلق بكره القدم ولا تفقهوا شيء في كره القدم ويتحدثون على والد قريب. احنا راه تنعبدوا الله عز وجل. اخ عبد الجليل شنو تقول؟ الله عز وجل. اسمح لي اي انسان عبد الجليل شنو تقول للناس اللي الان كيزكيو والد الركراكي، كيقول لك انه هو الشخص المناسب في المكان المناسب؟ الناس ما عارفاش، الناس ما عارفاش اخويا، ما كايناش ثقافه كرويه، ما فاهماش. الناس قلال اللي تتفهم كوره. شنو ما فاهمش زعما مثلا؟ ما عندوش واحد الثقافه كروي. كاين اللي تيتحدث على والد كراكي واش كتكلموا بعاطفه زعما؟ عاطفيين والاغلبيه تتحدث على الانجاز. وتحدثت معك في هذا المنبر وقلت لك ما نكرروش الاخطاء اللي طاحوا فيها الاخوه الجزائريين، لان جمال بلماضي توج مع الجزائر في 2019 باللقب. الجزائريين ثاني بقاو تيتغنوا بجمال بلماضي. كذلك احنا وقعنا في هذا الخطا. والد كراكي وصل مع المنتخب المغربي نصف النهائي، ولينا نتغناو بوالد كراكي وبان والد كراكي والد كراكي والد كراكي. حنا دابا مقبلين على كاس افريقيا 25 والكل يتحدث عن اللقب، واقولها لك بكلمه بسيطه بان مع والد كراكي ما غنفوزوش باللقب الافريقي، ما نعولوش اننا نفوزوا باللقب الافريقي على ارضنا، ما نكذبوش على الجماهير. علاش هذا الحكم تقريبا حكم شوف خويا انا دائما اقول لك بغيت نشوفوا هاد اللاعبين الحال اللي كاينين دابا وكنشوف وليد ما عندوش فكر، وليد محدود. هذا هو الواقع خويا. وليد خصو يمشي يتعلم، باقي صغير، خصو يدرب منتخبات صغيره، خصو يتعلم، باقي صغير. ربما حقق انجازات مع الوداد. والانسان كل واحد نعطوه قيمته. المدربين عالميين وقدموا استقالتهم، مدربين عالميين كما قلت لك. المنتخب الايطالي كما قلت لك ليبي في 2006 توج مع ايطاليا وقدم استقالته. اخ عبد الجليل كنا كنتمناو ان والد الركراكي يقدم استقاله والجامعه ترفض. والخروج كان ربما غادي يستمر بوجه احمر، يعني كون قدم الاستقاله ديالو والجامعه رفضات كان ممكن نقولوا بانه راه هذا المدرب كاريزما كذا، ولكن ما قدمش الاستقاله. لو جا والد كراكي اللي نحتارمو ونقدرو ولد بلادي، انا نختلف معاه كمدرب بيان سير. جا طرح لي سؤال وقال لي الاخ عبد الجليل واش نستمر ولا نمشي؟ غنقول ليه سير الله يسهل عليك وخروج من الباب الكبير قبل ما دير مهزله في كاس افريقيا 2025 وتخرج من الباب الصغير. لو كان انسان، لو كان المحيط ديالو نصحو يقول لي خسيره، بقى في الذكريات ديال المغاربه بانك وصلت المنتخب المغربي الى نصف النهائي، ما تخرجش من الباب الصغير، لان المنتخب المغربي في 2025 اخي رشيد غيكون عليه واحد الضغط كبير وكبير وكبير وسط الجماهير ديالو بهذا المدرب راه محدود. الاخ عبد الجليل شنو بان لك في الانتقادات اللي طالت رشيد بن محمود؟ يعني بلي بارت انتقادات ربما تحولت للمساعد الاول، وكاين البعض اللي كيقول بانه غادي يكون ربما الفصل ديالو او الانهاء العقد ديالو والمنادات على رمزي. المسؤول الاول هو وليد كراكي، لاش بن محمود. لاش غادي في المقابله الاخيره امام منتخب الزامبي كان بن محمود وفزنا على منتخب الزامبي 1-0. بن محمود كان ربما ماشي ما نتكلموا على بن محمود اللي تحمل المسؤوليه، هو المدرب وليد كراكي. بن محمود ما واخا الاخ عبد الجليل بالنسبه للاعلام المصري اللي ربما حبد ربما جات ثقه في والد الركراكي. وانا دائما اقولها لك يا اخي على الاعلام المصري تبين العجل خويا بصراحه. الاعلام المصري، ولكن شوف كيفاش يتعامل الاعلام المصري مع المنتخب المصري ومع الاتحاديه المصريه. الزطشي رئيس الاتحاديه الجزائريه توج باللقب الافريقي في 2019 وما بقاش. اول اخفاق سلام عليك. جاء واحد اخر دابا راه كاين صادي، لا حنا لا مع الاخفاق ما خصكش تتكلم، ما خصناش نتكلموا حنا مع القجع.
وعلاش ما نتكلموش مع القجاع؟ واخا الاخ عبد الجليل شحال علاش ما نتكلموش شحال عليه؟ ديال السنوات اللي كيقضيها رئيس الجامعه في المغرب؟ عليك وراه هذا راه غادي يدبر 10 سنوات. المدرب احنا دائما المدرب لا خاصنا نحملوا مسؤوليه. الرئيس اللي قبل منه تقريبا الله يرضي عليك الفهري كان شوف في مصر شحال من رئيس اتحاديه تغير، شوف في تونس شحال من رئيس اتحاديه تغير، شوف في الجزائر شحال من رئيس اتحاديه تغير. الا احنا عندنا لا الاخفاق خاصنا نحملوه. في نظرك علاش والفوزي القجع؟ وزيد دابا زائد بان اللي جدد الثقه الحين في وليد كراكي هو فوزي القجع. اذا اي اخفاق في كان 2025 في المغرب غنحمل المسؤوليه مباشره الى فوزي القجع، لانه هو اللي جدد في الثقه في مدرب محدود. ممكن ما يكملش، ربما اللي كانت المقابلات الوديه فيها اخفاقات ممكن انهم يكملوا. لا اش غادي راه دايرين معاه دابا عقد حتى 26 يعني يعني في حنا مجموعتنا ساهله. القادر المنتخب المغربي انه يتاهل المونديال عام صام، ولكن كاس افريقيا انتظارات المغاربه لكاس افريقيا 2025 الكل تيقول لك كاس افريقيا غادي ندوه في بلادنا، وانا تنقول اننا ما غاديش نفوزوا بكاس افريقيا، ما غاديش نفوزوا بكاس افريقيا على ارضنا بهذا المدرب هذا. شكون هما المدربين ربما اللي كتقترح الاخ عبد الجليل مغاربه؟ كاين عموته، كاين بدو الزكي. بالنسبه بدو الزكي بلا ما تهضر عليه، بدو الزكي لا عبد الجليل. بالنسبه للمدربين الاجانب كاين دو صابر ديال الكونغو، كاين مدربين كاين المدربين بكل صراحه، كاين المدربين واخا الاخ عبد الجليل كنشكروك على الحماس ديالك وعلى هذا الخروج الشيق ديالك اخ عبد الجليل. كنستمتعوا معاك، كنستافدوا معاك الاخ عبد الجليل. بارك الله فيك خويا. كلمه ربما للشارع المسفيوي اللي ربما كينتقد ربما الخرجات الاعلاميه ديالك وكيزكي والد الركراكي. واخويا اش غنقول دائما الاراء تحترم. شوف خويا ما نكونوش عاطفيين باش ما نتصدموش، خاصنا نكونوا واقعيين. الشارع المسفيوي اش غنقول ليه؟ كاين بعض الاخوان الشارع المغربي ولا حتى الشارع المسفيوي. خويا كنت نعمل شويه الرياضه خويا رشيد باش نكون معاك. قال لي واحد السيد راجل كبير قال لي كنت ندوي معاهم غير البركه. شكون قلت لي البركه؟ قال لي يا حمد الله راه مع البركه، راه داو لكاس العالم ولعبوا النصف النهائي ما داوش معاهم البركه. قال لي رجعوا من الدور الثاني. تحيه لخويا رشيد. مرحبا سي عبد الجليل، كنشكرك. الشارع المغربي والشارع المسلمي والشارع العربي. واخا شكرا.